كباب باشا. كل اللي بيجوا طنطا عندنا هنا زيارة لازم يروحوا يجربوا كباب باشا، سواء فود بلوجر او ناس عاديين. كتير قوي قال لي جرب كباب باشا. فانا اول حاجة التغليف حاجة فوق يعني فوق الروعة. البوكس ده ب170 جنيه، مية سلطة، مخلل، طحينة، 4 سندوتشات. نبدأ اول حاجة كده بالكفتة. كفتة برضو حجمها كويس. العيش يعني ايه، تحسه شامي على فينو. هو اخترع عيش لنفسه، شامي على فينو. نقول بسم الله. بيبقى معاه شويه بصل كده برضو. بسم الله. ليه اول حته بيحطوها متبقاش فيها حاجه يشيلوها احسن؟ بسم الله. بعد طبعا الكفته لازم ميه سلطه. ميه السلطه جميله قوي، حراقه، بس التوابل كلها مع الحراريه دي جامده بامانه. يعني سندوتش الكفته واقف في السندوتش ب 42 جنيه ومعاه طحينه ومخلل وميه السلطه دي بتتباع بره من 5 ل 10 جنيه. بصراحه الكفته جامده، التوابل مظبوطه واللحمه مظبوطه، ولا التوابل طاغيه عليها ولا اللحمه طاغيه عليها. السندوتش مظبوط. طبعا هو صغير يعني، بس يعني انت بتشتري قيمه مقابل جوده قصدي مقابل سعر. ده الشيش بقى. بسم الله. هو الطعم بتاعه مختلف عن اي شيش انا جربته. الطعم بتاعه جامد، وتتبيله شيش مختلفه، وطعم تاني مختلف جدا، بس الحشو بتاعه ضعيف قوي قوي قوي، شويتين تلاتة. ندخل بعدين. هو السندوتشات كلها صغيره وحشوها صغير للمعرفه، بس يعني الشيش اقل حاجه. معانا هنا السجق. بسم الله كده. الحته اللي قدام دي يا ريت يا تحطوها فيها حشو يا تشيلوها. ابصم بالعشر السجق ده مشوي، واللي شواه نسي يحط يعني نسيه على الفحم كده. ما دقش ازاي جمدان السندوتش السجق ده، في حته جامد. معانا بقى اكبر سندوتش، هو السندوتش الحواوشي. مقياسه كده قد وشي هو قد وشي فعلا. يا ترى بقى مليان حشو ولا هنلاقيه فاضي؟ اول حته في السندوتش طبعا بتوع السندوتشات بيحطوا لنا منظر يا جدعان، خلي بالكم. بسم الله. طبعا الحواوشي ما ينفعش من غير طحينه. بسم الله. طبعا الحواوشي يعني خلع منهم قوي. هو عادي، ما شفتش فيه اي اختراع او حاجه كنت متقبلها مثلا زي الشيش او السجق او الكفته. عادي او جميع المقاييس. واحلى حاجه في كلمه هنا مكتوبه كده، مش هعرف اعملها لكم. في كلمه هنا مكتوبه في قلبك، كباب باشا في قلبك. فتجربه لذيذه، وانا سمعت ان هم عندهم اجمد سماش برجر في طنطا. فيعني حابب ان انا كنت اجربه، بس عشان الفيديو ما يطولش مننا قوي ان شاء الله يبقى جزء تاني. طبعا كان معاكم عبد الرحمن الجبري، دي مش فوب بلوجر. مع السلامه.